نعم. بدأت مع الشيخ عدنان في بداية الحلقة عن الأمور والمظاهرات الحاصلة الآن في مملكة البحرين. في وجهة نظرك، هل الآن الحاصل في البحرين تحت دائرة المطالبة بالحقوق أم أن هناك أجندات خاصة يسعى إليها المعارضون الموجودون الآن في مملكة البحرين؟ طبعا مما لا شك فيه أن الوضع الذي يجري اليوم في المملكة العربية البحرينية له أبعاد وتشعبات، وهذا الأمر الذي وصل إلى البحرين بعد أن بدأ القطار من تونس، وإن كان البعض سيقول أن وضع تونس مختلف، إلا أنني أرى أن المشروع الذي انطلق تحت مسمى الثورة الشعبية في تونس وصولا إلى مصر، واليوم مرورا في الجزائر واليمن، ويحط رحاله في البحرين، أنا أرى أن مما لا شك فيه أن الشعب له حقوق ومن حقه أن يطالب بها، ومن حقه أن يعبر عن مطالبه بالطرق السلمية وتحت سقف القانون. نعم. لكن الذي بدأ يتكشف والذي بدأ يظهر جليا أن هناك يعني محاولة لإدخال استراتيجية لتنفيذ أجندة خارجية مرتبطة لعله بأكثر من مكان، وعلى رأس هذه الأجندات الأجندة الإيرانية. جميل. حيث سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات للمسؤولين الإيرانيين وهم يطلبون من الحكومة البحرينية بعد أن فعلوا ذلك مع قوات الجيش المصري، يدعون الحكومات العربية إن كانت المصرية أو البحرينية إلى احترام إرادة الشعب وإلى الامتثال لخيارات الشعب ولما يطلبه الشعب، في الوقت الذي نشهد فيه انكماشا بل قمعا وترهيبا في شوارع إيران للمعترضين على سياسة الحكومة، وهذا يجعلنا يعني في حالة اليقظة إذا صح التعبير في ذلك، أن نقول أن هذه الازدواجية وهذه الانفصام في التعبير لدى القيادة الإيرانية يستدعي منا أن نسأل أنفسنا ما هو الدافع للسلطات الإيرانية أن تتدخل في شكل سافر في الشؤون البحرينية الداخلية، في الشؤون العربية بشكل عام. هل تتوقع نتوقف عند نقطة جد هامة كنت قد أدليت بها صباح هذا اليوم، وهي أن الشعب البحريني هو شعب يلتزم بخطه العربي، وهو يلتزم بسقف القانون ويلتزم بمشروع الدولة الذي يعيش فيها، ولكن عناصر معينة دخلت في إطار هذه الثورة وبدأت تصدح بعناوين تخطت عنوان المطلب الشعبي، وهذا مؤشر يعني يثير القلق والاضطراب في نفوسنا. هل تتوقع يا شيخ محمد إذا كان هناك أجندة موجودة من إيران ومخطط لها من إيران بأنها تريد أن تصرف الناس والأمة عن الشغب الآن الموجود داخل إيران، تريد بهذه الحادثة الموجودة في البحرين تصرف أنظار الناس عن الذي يحصل الآن في إيران؟ من الطبيعي يعني تفجير الوضع في منطقة البحرين هو لتعمية الأبصار عما يجري في الداخل الإيراني، لا سيما أن المراقبين للوضع في إيران والمتابعين والذين يعني يتمكنون من الحصول على صورة للواقع الإيراني يجدون أن إيران أو النظام الإيراني اليوم يعيش أزمة حقيقية داخل المجتمع الإيراني، وهناك غضب في الشارع الإيراني من تصرفات السلطات الرسمية الإيرانية، وحتى وصل الكلام اليوم إلى أن هناك خلافات حادة بين النظام الإيراني والقوات الحرس الثوري. فلتغطية وتعمية الرأي العام عن هذه المجريات
يحاولون دفع الامور الى الخارج، الى توتير الاجواء في بعض المدن او الدول المجاورة، والدول التي ان صح التعبير فيها تحمل عناوين لعل هذه العناوين مرتبطة بالايديولوجية الخاصة الايرانية، اي بالعنوان الشيعي الذي نحن نقول ان الشيعة في الوطن العربي هم شيعة ينتمون الى وطنهم العربي، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الاسلامي، ولا يمكن لايران ان تضع يدها على المجتمع الشيعي او ان تفصله عن المجتمع الاسلامي القائم في المنطقة العربية. ولكن ايران حتى هذه اللحظة تحاول ان تستثمر ما جرى في تونس، ما جرى في مصر، تحاول ان تنفذ اجندة خطيرة جدا في الشارع البحريني وفي اليمن، وانا اعتقد ان الامور ذاهبة الى تصعيد اكثر والى تفجير الوضع اكثر في المنطقة بشكل عام، لان ايران تحلم في هذه اللحظات التاريخية كما وصفتها الى ان تعيد المجد الى الامبراطورية الفارسية التي تريد اقامة هيكلها على الفتنة والخوف من انفجار الفتنة السنية الشيعية، غير مرتبط نهائيا وبتاتا بأي مسألة دينية أو عقائدية، وإنما إن تفجير الفتنة السنية الشيعية مرتبط بمشروع سياسي إذا صح التعبير ملبس بلباس ديني. وقلت في حينها أن الخشية من ذلك أن يحصل في المنطقة العربية ما يجري في العراق، حيث تعمد بعض الجهات الى تفجير مواقع للسنة وتفجير مواقع للشيعة وتفجير هذه الفتنة بين المجتمع، وبالتالي تحدث شرخا يصعب علينا ان نعيده الى طبيعته والى واقعه. اليوم في البحرين انا اناشد اهلنا في البحرين، اناشد احبتنا في البحرين لنقول لهم ان حقوقكم ومطالبتكم بالحقوق هي امر مشروع، وهي امر طبيعي جدا ان تقولوا لحكومتكم، تقولوا لدولتكم، تقولوا للسلطات ما تريدونه، لكن ضمن الاصول القانونية، ضمن احترام اساليب التعبير. اما الاعتداء على حرية الاخرين فهذا امر مرفوض وممنوع. الاعتداء على الدولة التي هي بالاساس دولتكم، هي الدولة التي انتم تعيشون في كنفها وفي حضنها، لا تسمحوا لان يصل الى اذهانكم بعض ما يثيره اهل الفتن، فانتم مجتمع متكامل متماسك تؤمنون بالله الواحد الاحد، لا تتركوا للفتنة مكانا بينكم، لا تفتحوا المجال لأن يمارس البعض القتل في شباب البحرين باسم الدين وباسم المطالب وباسم الثورة. أنا أقول أنكم أكبر وأوعى من أن تسلموا البحرين إلى مشروع خارجي، ولكن احذروا وحذاري أن هناك من يتربص بكم شرا. فاحموا بلدكم واحموا وطنكم واحموا دولتكم. وانا اعتقد ان المتظاهرين في شوارع البحرين غير مرتبطين بهوية مذهبية محددة، لان مسألة الاصلاح متعلقة بالسني البحريني ومتعلقة بالشيعي البحريني، وهي متعلقة بالمواطن البحريني، ولكن كل الخوف والخشية من الذين يحاولون استغلال حاجات الناس ومطالب الناس لتنفيذ هذه الاجندات التي من شأنها زعزعة الاستقرار. وهذا ما كنت قد قلته قبل انهيار السلطة في مصر عبر التلفزيون المصري الرسمي، عندما قلت لهم يا شباب ميدان التحرير، ما يجري اليوم في مصر هو مطلب محق، لكن حذاري وخوفي عليكم ان تدخل الفتنة والمؤامرة، لان هناك رسم قديم مستحدث لضرب الأنظمة العربية، لسقوط الهيكل العربي، فلا تفتح المجال لأن نسقط هيكلنا على رؤوسنا بأيدينا. وهذا أكرره اليوم، اللجوء إلى الشارع لا يجدي نفعا. صاحب ولي العهد البحريني طلب الحوار
فلتجلسوا على طاولة الحوار وتناقشوا كل ما تريدونه. جميل. ضعوا كل طلباتكم على طاولة الحوار، لا تتركوا للفتنة مكانا بينكم. يا شيخ محمد، يعني قبل أن ننتقل للشيخ عدنان وتوجيهها المباشر لشعب البحرين ولشيعة البحرين وسنة البحرين، هل هناك يعني موعد محدد لاجتماع علماء وعقلاء الشيعة لتهدئة الأمور بشكل صريح؟ وهل أنتم تتعاملون مع حكومة البحرين أم أن تعاملكم مع يعني المهتم بهذه الأمور في إيران؟ دعني أن أكون واضحا وصريحا حتى لا يلتبس الأمر ويفسر بعض المستمعين كلاما في غير موقعه. نحن لا نبني علاقات مع أشخاص لا في هذه الدولة ولا في تلك. نحن نحترم أصول العلاقة بيننا وبين المجتمع المدني والأهلي والديني وبين المؤسسات الرسمية. جميل. نحن عندما ندافع عن البحرين وعندما ندافع عن الدولة البحرينية، هذا لا يعني أننا ندافع عن شخص فلان أو شخص فلان. نحن ندافع عن مشروع الدولة، عن الدولة بحد ذاتها كدولة حامية لمواطنيها وتحصل حقوق مواطنيها. نحن غدا إن شاء الله تعالى سنطلق الصرخة، سنطلق المبادرة بانتظار أن نرى من سيتجاوب معنا في هذه المبادرة، لأن الوضع في البحرين على ما يبدو أنه يتصاعد، وعلى ما يبدو أن هناك خطوات تصعيدية، ولذلك يعني سنبادر إلى طرح مبادرة انقاذية حوارية عسى أن تكون منفذا للخروج من كلامي أن هناك مؤامرة كبيرة، هناك خوف كبير من تداعيات لهذه الثورات الشعبية في العديد من الدول. أقولها اليوم بكل صراحة وبكل وضوح أن المشكلة الأساسية في المنطقة ليست بين السنة والشيعة. المشكلة الأساسية هي بين الطمع الإيراني في المنطقة العربية وبين الضعف العربي القائم لدينا، وأخشى ما أخشاه أن تستغل إيران ضعفنا ويعني تنجح في تمرير مؤامرتها. لذلك نحن نقول دائما فلنشد إذرنا ولنكن أقوياء متمسكين بعروبتنا ولنواجه كل المخططات التي تريد ضرب وحدتنا واستقرارنا، لأننا أقوى من الفتن، وعلينا دائما أن نكون متيقظين لما يحاك لضربنا. وأنا أحذر أن تعمل بعض الجهات الخارجية على بث المزيد من التوترات والفتن. وأوجه نداء أخير إلى أهلنا في منطقة في دولة البحرين الشقيقة والعزيزة على قلوبنا أن نلتجئ إلى الحوار وأن نسلك طريق الحوار كي نصل إلى مطالبنا وإلى أهدافنا. جميل. وكفى أن نسلك الطريق الذي يزيد من إراقة الدماء، لأن هذا لا يصب في مصالحنا. سأجيبك ولكن للأمانة فقط، هل تأذن لي أنت وصاحب السماحة بمنح دقيقة واحدة أو أقل لأعقب على مسألة معينة؟ لما لا؟ شكرا. الآن وصلتني رسالة لعلهم يتابعون القناة العزيزة، فيقولون لي بها في بعض هيك لفت النظر إذا صح التعبير، يقولون أن هناك بعض الإعلام الذي يحاول تضليل الناس ويحاول تضليل الرأي لما يجري في منطقة في دولة البحرين، لأن الشعب البحريني هو شعب متماسك لا يلتزم ولا يعني يعير الاهتمام للإشاعات والأكاذيب، لأنهم يرون أن هناك مخططا فارسيا يجتاح المنطقة، وليس هناك أي مطالب سوى تغيير النظام لدى المجموعة القليلة من الذين يثورون في الشارع. والإعلام الإيراني يحاول خلق التمييز وادعاء المظلومية لتمرير مشروعه. هذا ما أحببت أن أنقل هذه الأمانة،
والتي أتبناها في تداعياتها.